أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في صالون لبنى وعادل. حلقة اليوم حلقة مختلفة تماما. حلقة اليوم ستأخذنا لتجهيز طبق من الأطباق المغربية المعروفة والمشهورة عالميا. يكفي أن أقول إنه الطبق ده بيؤكل كل جمعة، فأكيد عرفتوا عن أي طبق بتكلم. لتجهيز الأكلة دي سترافقني ضيفتي لحلقة اليوم، فلنرحب بها. أهلا وسهلا فيك سرور معي اليوم في الصالون. شكرا لتلبية الدعوة. شكرا على الاستضافة، وأنا مبسوطة جدا معاكي، وإن شاء الله نقدر نسجل فقرة بتكون يعني ممتازة. بوجودك أكيد حتكون أحلى فقرة. تسلمي. إن شاء الله. قبل ما نطرق على الفقرة اللي عارفة اليوم حيكون أكثر شيء في المطبخ لتجهيز طبق مغربي، فأنا شفت إنك حضرتي جبتي أشياء معاكي، فسريعا يا ريت لو تعرفينا بها. والله هي أشياء كتير بسيطة، يعني إحنا كتير شغلات عندنا ببلدنا للضيافة ومعروفة جدا، بس أنا اليوم جبت أشياء بسيطة ونتكلم عليها مع بعض إن شاء الله. هي مثلا هي مثلا هذه بتكون هي زي الغمردين، هي محصورة من الفواكه، وتكون فواكهها متنوعة، مثلا يكون من المشمش أو من التمر الهندي أو من أي فواكه بيكون هم، وعادة هاي بيعملونها بالصيف عشان يقدرون يضيفونها بالشتاء. عادة بالشتاء يضيفونها عشان الناس تكون مع بعض أكثر، تتجمع. وفي يوم من الأيام اللي هي تقريبا أطول يوم تعتبر في بلد فارس، اللي هي ليلة اليلدة، معروفة هي أطول ليلة بالخريف قبل الشتاء. فالناس واحدة من هالأشياء اللي الناس تاكلها وتضيف فيها أو تحطها على مائدة الطعام أو الأكل أو الضيافة، هي هذا لواشك اللي اسمه لواشك. وهل هذه شو بتسمونها؟ هاي بنسميها زريشك، مع انه هي ببلاد الخليج معروفة بحبة الرمان، بس هو مش حبة الرمان، هو نبتة بتنبت بإيران، بس هي نوع من الزبيب، بس لونه بيكون أحمر، وأنا جايبة منه فريش كمان. اللي هو يعني موسمه بس بالسنة مرة. ده رمان هذا اللي هو ناشف، يعني هذا مجففينه، وهذا الفريش بيكون طازج. وبيستعمل في الطبخات. ايه اكيد، احنا نستخدمه ضروري على اي رز، بنستخدمه مع الزعفران طبعا. اكيد انتم معروفين بالزعفران. في منه عصاير، يعني احنا يقدمونه، يعني يعصرون منه، هو هاي يعني منه هو الزبيب هذا الزريش، يعصرون منه مثل العصاير ويشربونه. في عصير رمان، هو عصير الرمان الموجود. نفس الشيء. مكسرات تقريبا نفس الشيء اللي موجود في المكسرات احنا عندنا كثير، يعني عادة للضيافة الإيرانية على الطاولة، أو طريقة يعني الضيافة التقديم للضيف ليهم لازم يكون مكسرات، فواكه. الشاي أساسي عندنا، شاي زعفران أو شاي الأحمر أساسي، والتمر، والسكر نبات اللي هو يتقدم مع كمان من الزعفران. نعم. بحكم إنه بلدكم منتجة كثير للزعفران، فتلاقي الزعفران موجود في كل الأكلات الحلويات. طبعا، ما حتى الزعفران اليوم حنستعمله في طبخة اليوم. أكيد سمعتي بيها طبعا. شو بتعرفي على الكسكس المغربي؟ بعرف هو ينعمل من سميد، عادة في ناس تعملها مع دجاج وناس تعملها مع لحمة، مع خضروات. أكلتي قبل كده؟ أنا أكلتها كثير، عجبك؟ صديقات مغربيات، وأكلتها مع الدجاج ومع اللحمة. اليوم حتاكليه من إيدي إن شاء الله وتديني رأيك. فما أطول عليكي ولا على المشاهدين، نتنقل للمطبخ ونشوف الطبخة. يلا. كيف ما بتعرفي سرور، الكسكس المغربي بيتزبط بكذا طريقة. في طريقة الحادقة، وهي طريقة اليوم اللي بيكون مع الخضار، 7 خضار، بنسميه كسكس ب7 خضار. يعني بدون أي لحمة؟ لا، بالخضار واللحمة، بس بيكون مالح، يعني ما فيش أي حاجة سويت فيه، بيسموه الحادق. في اللي بنعمله بالبصل والمكسرات، الزبيب واللوز، ده بيسميه كسكس بالتفاية.
يعني سويت. يعني في كذا طريقه. بنعمله اغلب شيء مع الدجاج. وفي اغلب المناطق اللي بيكون عندها سمك متوفر كثير، زي مثل المدينه عندنا اسمها مدينه اسفي، بيعملوا الكسكس بالسمك. والله ما كنت اعرف. في كسكس بالسمك. انا كان نفسي اتعلم طريقه. فاليوم حتحضري الطريقه. وبالنسبه للمكونات، ففي عندنا العنصر المهم بالنسبه لي هو القرع السويت او القرعه الحمراء، في الجزر او خيزو، في الكوسه بنوعين، النوع الكبير والنوع الصغير، وفي اللفت، في الفلفل الاحمر حار او بنسميه مزيودات، وفي ربطه الأزبرة والبقدونس. دي الكوسه. نوعين من الكوسه. على فكره الخضار بتكون اختياريه، والكميه كمان على حسب الاختيار وعلى حسب عدد الضيوف. كمان في حمص عندنا منقوع ليله كامله، بصله مفرومه كبيره، وعندنا طماطم او مطيشه محكوكه، وفي الكرنب ده كمان بيبقى اختياري. تمام. بالنسبه للبهارات عندنا الملح، فلفل اسود، بهارات مشكله، وعندنا بهارات خاصه بالكسكس، في كركم، الزعفران اللي اتكلمنا عنه الايراني، وفي بهارات السبع، جنزبيل، والمكون الاساسي اللي هو السمنه. طبعا الكسكس وهو السميد بناخده سايز المتوسط مش الرقيق. انا بشتغل بالمتوسط، هو في كتير انواع بس انا بستعمل النوع المتوسط. يعني هو مختص للكسكس. لا، في اللي بيستعملوا رقيق، كل واحد وعلى حسب الخبره تبعه. انا دايما بفضل المتوسط، هو اللي بشتغل بيه، هو اللي بيجي معايا مزبوط. وطبعا الزيت اللي بعتمدها في كل طبخه زيت الزيتون. ونيجي طبعا لاهم مكون وهو اللحمه. الكسكس من غير لحمه ما فيش كسكس. اللحمه اللي تستخدموها عاده هي لحمه عجل ولا خروف؟ عجل. اغلب شيء بيستعمل لحمه العجل. نضيف البصل، نضيف الحمص لان الحمص بياخد سوا شويه اكثر. هنضيف البهارات. البهارات من بعد ما حطيت البصل. اي طبعا. اي وبعدين بناخد الزيت. هنسيب المكونات تنسجم مع بعض يعني اللحمة تشرب كل البهارات. بعدين نضيف شوية مية ونسيبها بس 10 دقايق ونضيف باقي المكونات. وبنضيف الخضرة اللي بتاخد سوا أكتر. أول حاجة الخضرة اللي بتاخد سريعة في السوا بنسيبها آخر شيء. الزو، الجزر، بعدين اللفت. بعد ما عدت 15 دقيقة الكوسة، القرعة الحلوة، المزيودات، الكزبرة والبقدونس، الطماطم محكوكة، ونقفل عليها. ودلوقتي هنجهز الكسكس. فأول مرحلة الكسكس نعمل فيه شوية زيت، نلبسه بالزيت عشان ما يعملش كرات. وهلبس المية لكل السميد ده. بعد ما شربت المية كلها نفتلها. المغربي نفتل. فتلة. ودي بتوفر علينا فوران واحد، المفروض 3، لكن بالطريقه دي ممكن نعمل بس 2. قصدك المي كده بيجهز بسرعه. ده بنسميه كسكاس. الكسكاس هاي مخصوص للكسكس. هنحطه على النار. أوكي. ونستنى اول ما تطلع فيه البخار، نستنى عليه 20 دقيقه. اول ما نشوف البخار طلع 20 دقيقه. تمام. احنا خلصنا تقريبا فوران الكسكس. الفوره الاخيره بنحط عليها شويه سمنه وملح وخلاص بنجهز الطبق ونقدمه بصحه وهنا. ونلتقي بعد شويه ان شاء الله. حابه اشوف كيف تكون نكهه ان شاء الله. سرور، شو اشهر الاطباق اللي عندكم في ايران معروفين بها يعني؟ شوفي، هو الاطباق الاكثر منتشره ومعروفه وتتقدم بالمطاعم هي الكباب الايراني معروف جدا. بيستخدمون اكيد الزعفران اللي هو الذهب الاحمر. صح. وبس الاطباق اللي عاده احنا نضيفها لضيوفنا بالبيت او حتى لو بالمطاعم هو الغرمه سابزه اللي هو معروف جدا ولذيذ جدا. وتقريبا
تقدري تقولي يشبه الملوخية بس ما له خاص بالملوخية. هو 7 خضروات، بيكون كزبرة، شبنت، كرات، بقدونس، هذا نخلطهم مع بعض مع فاصوليا الحمراء واللحمة، مع يتقدم مع رز أبيض. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تكونوا استمتعتم بحلقة اليوم وبطبق اليوم. اللي حابب أي أكلة مغربية يسيب لنا تعليق. خلونا نتنقل لفقرة طبية ودكتور عادل السيسي. نسمع كثيراً عن أخطار الكعب العالي، ولا نستطيع إقناع السيدات والنساء بالتخلي عنه. واليوم معنا في صالون لبنى وعادل دكتور عمر أمين زكي، طبيب العظام والعمود الفقري والإصابات الرياضية، ليخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. دكتور عمر، بداية أحب أرحب بكم ومشاهدينا الأعزاء بك في صالون لبنى وعادل. شكرا جزيلا للسانح الرائع دكتور عادل، وأثمن على دورك التثقيفي لكل الناس لمعرفة أضرار ومشاكل لبس الحذاء العالي بالنسبة للنساء. شكرا دكتور عمر. هل صحيح دكتور عمر إن ارتداء الكعب العالي يؤثر سلباً على الصحة العامة للسيدة أو المرأة ويؤثر على صحة العظام بشكل خاص؟ نعم بالتأكيد، لبس الحذاء العالي له كثير من الأضرار بحياة النساء عموماً، وذلك لأنه يضع ستريس كبير جداً على صحة العضلات وعلى صحة المفاصل وعلى صحة العظام وغيرها من أشياء كثيرة إن شاء الله سنخوض في ذكرها وتفصيلها بالتأكيد بهذه الحلقة. كثيرا أيضا ما أسمع أن الارتداء الكعب العالي يؤثر على الرحم عند المرأة ويسبب الصداع، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح. نتحدث من وضعية الرحم. يمشي الإنسان عادة بهذه الطريقة. أيوة. تمام. وللأسف بلبس الحذاء العالي يحصل ارتفاع. الارتفاع يعمل ستريس على أو ضغط على منطقة الحوض، مما يؤثر على وضعية الرحم نفسه، فقد يؤدي إلى هبوط الرحم. أحيانا يحصل انقلاب، وليس بالانقلاب بالمعنى، ولكن يحصل في تغيير في موضعه، وذلك لاستمرار وطول فترة لبس الحذاء العالي. الاختلاف في الحوض هنا بيختلف من مرة لأخرى، يعني نقدر نقول الكعب العالي هيأثر على كل السيدات مهما كانت قصيرة القامة أو طويلة القامة أو نوع العظام الحوض موجود عندها، ولا بيؤثر على الكل بنفس الدرجة؟ الحقيقة في النساء تلبس الحذاء بسنتيمترات قليلة من 2 إلى 5، وفي كثير يلبسوا إلى 17 و18 وإلى آخره من الأشياء. ده بيأثر أكيد في نوعية الإصابة وصراحة تمركز وضع الرحم بهذا الطريقة، لأنه أنت بتعمل تلتينج أو بتعمل بمعنى ثاني تغيير لوضعية الوضعية الديموغرافية والأناتومية لجسم الإنسان، فبالأسف بتأثر سلبا على وضع الرحم في هذا فنقدر نقول بالتالي بطول الكعب العالي بيأثر على شكل الحذاء نفسه كمان، ممكن إنه يأثر دكتور؟ نعم شكل الحذاء نفسه يأثر، لأنه الحذاء للأسف يؤثر على الشكل وطريقة القدم نفسها، لأنه صراحة عندنا العظام دقيقة جدا في القدم. للأسف أغلب الأحذية تكون مضمومة من الأمام، وده بيسبب ستريس أو ضغط كبير جدا على العظام، وبيعمل تعقيدات كثيرة جدا. لذلك إذا كان الحذاء من الأسفل نوعا ما عريض يريح القدم في وضعها، والعكس صحيح. كثير من السيدات بيجوا يسألونا هل فعلا يوجد أحذية طبية بتساعد أو بتقلل الآثار الناتجة عن استخدام الكعب العالي؟ نعم صحيح جدا. في كثير من الأحذية اللي هي بتقلل من الإصابة أو الاستخدام بطريقة معقولة نوعا ما، وهي تحديد على منطقة البوينتس على القدم نفسها، وهي عن طريقة الكمبيوتر، ويحصل انسول فوت انسول، وده بيعمل ممكن ترتديه النساء في أغلب الأحيان، ممكن تأخذه من جزمة إلى جزمة أخرى أو من حذاء لحذاء آخر وتثبته، ويعمل تقليل نوعا ما لحدة الضغط لهذه المشاكل. ففي حل نوع. طب كيف تعلم المرأة أو السيدة إن هذا الحذاء فعلا طبي؟ ممكن تروح لمكان تشتري حذاء طبي، بس يكون المكان هناك يبقى يعني بيسوق بس منتجات عنده، وما بتبقاش فعلا هي أحذية طبية مفيدة ليها. نحن دائما ننصح النساء اللي بيحدث لهم مشاكل في لبس الحذاء بالذهاب إلى الطبيب أولا لتحديد نوعية المشكلة والخلل، ومن ثم الطبيب بالتأكيد بيوجه للمناطق اللي هي تخليك أنت على ثقة وضمان إنه يكون عندك عناية طبية صحيحة للبس الإنسول نفسه. يعني إذا لازم شكرا دكتور عمر. إذا لازم الأمر وخلاص وجب على السيدة أو المرأة إنها تلبس الحذاء نظرا اللي عملها أو شيء، إزاي نقدر ننصح إن هي تقلل من الأخطار والآثار الناتجة عن ذلك؟ أولا نثبت معلومة إنه لبس الحذاء يضفي نوع من الأنوثة والجمال على المرأة، لذلك لا نستطيع أن نحرمه من لبس الحذاء، ولكن
الحلول كثيرة جدا لطريقة لبس الحذاء نفسه. أولا يا ريت لو النساء تأخذ في بالها حاجة واحدة، إنه بقدر ما زاد طول الحذاء الكعب العالي بقدر ما زادت الأضرار. فيا ريت نلبسه باعتدال نوعا ما، وليس بزيادة السنتيمترات العالية من 15 17. ده يؤثر سلبا كثيرا. فممكن من 5 إلى 7 قد تكون نوعا ما معقولة أو أقل. فترة زمنية معينة نقدر نقول لها ما تزيدش عنها، ان هي تكون مرتدية الحذاء، يعني تفصل، يعني تخلعه مثلا. هو للأسف دكتور عادل هو شيء مرضي. لبس الحذاء شيء يعمل أسباب مرضية، فإحنا لا ننصحهم بذلك. ولكن ممكن نقول تقليل فترة لبس الحذاء، هذه مهمة جدا جدا. كثير من النساء في عادة جميلة أنا شايفها، إنه إذا عندك مثلا إيفنت أو عندك مناسبة معينة تأخذ معك الحذاء الرياضي أو السبورت واتيفر اللي أنت معك وتلبسه، وإلى أن تصل لمكان الأداء الإيفنت أو أيا كان المناسبة تلبس الحذاء العالي، ومن ثم ترجع للحذاء الطبيعي. وده مهم جدا لأنه بيقلل فترة ارتداء الحذاء وبيقلل الإصابة. صحيح. نعم. شكرا كثير دكتور عمر على المعلومات القيمة والمفيدة لكل سيداتنا. وفي الختام نصيحة لكل سيدة: أنت جميلة كيفما كنت، وليس من الضروري أن يزيد من جمالك ارتداء الكعب العالي. ودائما نتمنى لكم صحة جيدة وحياة أفضل.